السلام عليكم. انا سميتي عبد الجليل، عندي 38 سنه. بغيت نشارك معكم القصه ديالي اليوم، وبغيت نخلي واحد الرساله لجميع الرجال كيف ما بغا يكونوا الاصل ديالهم، ثقافتهم، المستوى ديالهم. واحد الرساله بخصوص الاناث والعيالات والفتيات، يعني الجنس الانثوي. بغيت نقول لكم باللي البنات راه حتى هما بشر، حتى هما مخلوقات، ولكننا غادي نبغيو البنت باش تكون بنت الاصل وهادي، ونديروا ديك كريتير باش تكون هذيك البنت مزيانه في النظر ديالنا. من الاحسن ما نديروش علاقه وما نتزوجوش، وقبل ما نشوفوا العفه ديال داك البنت نشوفوا الاخلاق ديالنا حنا اولا. واخا انا الضحيه في هذه القصه اللي غنعاود لكم، ولكن هذا واحد الميساج من خلال هذه القصه بغيت نوصلوا لكاع الرجال. الا غتبغي البنت غتبغيها الروح ديالها، ماشي حيت ما عندهاش البكاره، ولا حيت تفلاو عليها، ولا حيت كانت خارجه للطريق. راه شحال من وحده كانت خارجه للطريق وتابت على يد راجل. ندخلوا في القصه. انا تزوجت واحد البنت، هذيك البنت كانت عندي مع واحد العلاقه ديال تقريبا واحد العام. تقوات العلاقه بيناتنا، ولا حب بيناتنا، احترام، ما عمرنا درنا شي حاجه خايبه بزاف، يعني اننا مشينا للدار ولا برتوش كيف ما كيقولوا الدراري وداك الشيء. كانت علاقه في ضوء الاحترام، وكنبغيو بعضياتنا بزاف، واتفقنا على الزواج، وصبرنا على بعضياتنا على بزاف ديال الحوايج. تزوجنا بحكم اننا عندي مع علاقه ديال عام. فاش بغينا نصيبوا الوراق وداك الشيء، ما طلبت لها ان دير شهاده طبيه بحكم انني كنثق فيها. وانا ديجا عندي ما عنديش ما كنتسوقش. لاش ندير شهاده طبيه؟ انا بغيتها هي، كان كروح كشخص، هي شخصيا، حيت كنبغيها وكتحترمني وتكون كاع ما عندهاش بكاره. ومن بعد كاع الا كانت دارت شي حاجه في الماضي راه ما غيعاودش يديرها بنادم، حيت انا مع هذيك الساعه ما غتعاودش ديرها. تقدروا تقولوا من بعد ما تسمعوا القصه تقولوا كان الغلط ديالي هو هذا. لا لا، هذا ماشي هو الغلط ديالي. ما علينا. في ليله الدخله درنا العرس، كلشي داز مزيان، كلشي داز بخير كيف ما خططنا ليه، داز داكشي الحمد لله. ولكن في ليله الدخله صدماتني وقالت لي انا مستريسيه اليوم، كنفضل ما تدخلش عليا دابا، انا مستريسيه وما غنكونش معاك. قلت لها ما كاين باس، صافي نيت ما عيينا، وباللبسه الاولى والثانيه والثالثه انا صراحه كنت خصني غير الناس، ومنين الدار تيتسنى وفوالا خصك تدخل عليها، خصك تروح معاها، خصك هادي. ما داك التقاليد ما كيدخلوش ليا لدماغي. انا باغي داك البنت غنكمل معاها، والله يعاون العونات. صافي فعلا سالينا العرس ومشينا للدار، وما بغاتنيش انني ندخل عليها، وقلت صافي حتى من بعد ملي فقنا لا غد ليه باشرنا بالعمليه. فعلا ما تلقاهاش بنت. وكيفاش عرفت ان ما لقاش بنت؟ فعلا ملي كنت كنحاول انني نفتض البكره ديالها، ما كان داكشي صعيب. واكتشفت من بعد بلي انا كنت داير واحد العمليه وما عاودتش لي هادشي هذا كامل. انا ما نقولش لكم ما تعصبتش، ولكن درت فيها تعصبت باش ما تقولش هذا راه بارد ولا في راسو شي حاجه. المهم بقى فيا الحال، بقيت كنغوات علاش ما قلتيش ليا وشرحي ليا. قلت لو قلتي معايا عاودي لي دابا شنو طرا. قالت لي انا نعاود لك اولدنا. قالت لي انا كنت كنسافر في العطله الصيفيه، كنت كنسافر عند دار خوالي، كنت كنمشي عندهم للبلاد، وكانوا ولاد خوالي وكلشي كيكون تما، وكنكونوا مجموعين كاملين. قالت لي واحد ولد خالي واحد النهار كنا كنصايبوا شي حاجه، دار لي شي حاجه في ما عرفتش داكشي اللي كنا كنشربوا، واش عصير ولا مناضه ولا ما عرفت شنو، ونعست وطرا اللي طرا. ومن بعد عاد قالها لي، ومن تما كنا هكا. وملي تعرفت عليك انت خفت لك، قلت هذه هي الفرصه ديالي، هو راجل جابوا لي الله. قلت له لا لا، هذا غلط كبير، هذا غلط كبير. خصك تصارحي من الاول، تصارحيني، تقولي لي شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. ومن بعد غنكتشف بلي هاد القصه غير اخترعتها باش انها تسكتني وصافي. وهي ما قدرات انها تعرفش من نوع ديال الرجال هو اللي معها دابا، اللي هو انا. عيدو بالله مقولت انا. سارت الايام، تقبلت الموقف، سارت الايام، قلت لها ما كاين باس، صافي كلشي داز مزيان، كلشي داز بخير. صافي مابقيتش ماشي كندابزو كنتعصبوا نقول لها انت ورا جبتك من الزنقه. ولا اكبر غلط تيديروه الرجال، اكبر غلط دابز مع المراه وتقول لها مادام اخويا اعوذ بالله مادام اخويا قبلتي عليها وبغيتيها وكملتي مع حياتك كنت عارف داكشي، ما كاينلاش تجبد لها داك الدوسي. واخا تكون هي بارده القلب ولكن راه غتجرحها بزاف، وما عندك حتى شي ادنى حق. ماشي انك راجلها غتقدر تسبها كيف ما بغيتي، لا، غلط كبير. ما علينا. كملنا انا وياها كأن شيئا لم يكن، كندابزو مشاكل عائليه بسيطه. بحكم العمل ديالي كنت باغفوا كنقدر نخبر على الدار سيمانه حتى لشهر. كنت كنديبلاصا بزاف، طنجة، اكادير، باغفوا حتى الحسيمه. كندور على لي بور بلا ما نقول شنو هو المهنه ديالي، حيت ماشي شي حاجه مهمه. مي الاغلبيه ديال الوقت نجلس في الدار. نبقى في الدار 3 شهور 4 شهور بيد ما جات الخدمه، ونعاود نمشي عاوتاني شهر وهي غاده.
انا كانوا كيجيوني شي اخبار من العائله، فوالا راه بحال دابا خالي كان ولد عمي، كان ولاد عمتي، بنات خالتي، كلشي تيقول لي المدام ديالك راه باغفوا تنلقاوها في شي بلايص ماشي تا اللي هي، واش انت عارف مراتك اش كدير، واش كتكون هنا، واش كدير هنا، واش كتفعل هنا. قلت لهم لا، ما عادي، انا مراتي تايق فيها وما تقدر تكون مشات تقضى شي غرض، تنسولها كتقول لي فعلا راه كنت هنا وقضيت هاد الغرض وقضيت هاد الغرض. دازت المده وكثر هادشي، عاوتاني كنشوف كنسولها اش كديري تما، لا واحد صاحبتي خياطه، واحد صاحبتي كنمشي نتعلم معاه، هادي انت كتبقى غابر عليا، ما كنلقى ما ندير، كنمشي عندها. دازت الايام، هادشي عاوتاني بدا كيقوى. قلت انا جا لو مومون باش انا كنثق فيها، ولكن ما فيها باس نتاكد، دازت الايام، قلت لها راه غندي واحد الخدمه في اكادير، غنجلس 28 يوم، غنبقى في البور، خصني نحسب شي سلعه وخصني نحسب شي حوايج يدخلوا ونقيدهم، المهم غتاخذ ليا الخدمه بزاف، خصني نتسنى شي باركوات غيدخلوا. شرحت لها الموقف ديالي ومشيت ايماجينيو مشيت لاكادير، هبطت لاكادير وعيطت ليها وقلت لها انا راه في اكادير، وتاكدت بلي انا راه في اكادير، تواصلت معها وفهمتي وصيفط لها شي تصاور وكذا، تاكدت بلي انا فريمون راه في اكادير، قطعت الشك. رجعت ديك الليله، رجعت للدار، ما دخلتش للدار، شي 3 ايام وانا كنبات غير في الطوموبيل، كنت بدلت الطوموبيل مع الدري صاحبي باش ما تشكش، حيت هي عارفه الطوموبيل اللي عندي. ما علينا، مشيت بقيت كنسمر عليها. داك الليله اللي وصلت بقيت بايت في الطوموبيل حدا الدار، لا غد ليه تتبان لي السيده خرجت، وانا من عادتي ملي كتكون معايا وملي كتكون خارجه ولادي كتلبس جلابه، ولكن هاد المره بانت لي خارجه كانها السيده خارجه ما مزوجه ما والو، خارجه طلاقه ولا خارجه قهوه ولا خارجه. تبعتها، كنت عيطت انا ديك الساعه لعمتي، كانت واحد النهار عمتي شافتها في واحد البلاصه، قلت لها قولي لي ديك البلاصه اللي شفتيها فيها، قالت لي راه فين ها فين، وفين لقيتها غادا لديك البلاصه. ديك البلاصه بحال قلتو واحد العماره كبيره ولتحت منها قيصريه، وكاينه عماره كبيره، هي دخلت من داك الباب، بقيت حاضيها، دوزات مده طويله تقريبا شي 2 ساعات عاد خرجت. نورمالمون الانسان الا كان داخل واحد القيصريه ما تيدوزش مده طويله، تيبقى نص ساعه ساعه المكانه ويخرج، اما باش دوز 2 ساعات وما عرفتش هي 2 ساعات ونص راه سي طخو. خليتها خرجت ومشات، انا هبطت دخلت لديك القيصريه، بقيت كنتنظر فيها. ملي دخلت مع الباب لقيت كاينه عماره، عاد كاين الباب ديال القيصريه، تماك دخلني الشك، تياك ما دخلت من هاد العماره. ما علينا، رجعت في حالتي، دوزت هذاك النهار، مشيت لعند الوالده لدارها وقلت لها ما تقولوش لهم، ما تقولوا حتى واحد بلي انا راه جيت، وبقيت بايت عند الوالده، لا غد لي جيت سمرت عليها. عاوتاني كتبان ليا مشات ودخلات من هذاك الباب ديال العماره ماشي ديال القيصريه، ودخلت تبعتها لذاك الباب، طالع معها، دارت لاسونسور، انا ما عرفتش من ايطاج، مي بقيت كنطلع بشويه وتنتسلت ونتخبى حتى شتا دقات في واحد الباب ديال العماره، حلها واحد خينا. انا ما بغيتش نزرب، خصني نشدهم قيطي، حيت تاكدت ديك الساعه بلي كاينه شي حاجه ماشي تاليه. خليتها تا دخلت وصبرت واحد شويه، تقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه، وانا ندق في الباب، هو يجي هذاك خينا، شكون؟ قلت ليه الفاكتور اخويا بغيتك، مع حليه ونفرع الباب وندخل. مع دخلت كنلقى هي نايضه من الفراش مدرقه عليها الملايه عريانه كامله. كان هذاك هو العشيق ديالها، كان هذاك هو اللي افتض البكره ديالها، وكان هذاك هو اللي دار هادشي هذا كامل، وكان كينعس معاه في كاع داك المرات اللي كنت كنمشي انا نخرج من الدار تمشي نخدم. كان هذاك هو السبب اللي خلاني انني ونزيدكم ما عرفتش الهدنه والصبر اللي عطاني الله في داك اللحظه، حيت ما كانوش عندي مع الولاد، كون عندي مع الولاد تكون قصه اخرى. طعناتني واحد الطعنه قاصحه بزاف. انا قلت لها شوفي يا بنت الناس، كنهضر معاهم مغمض عيني، حاولوا تخيلوا الموقف، قلت لها ما تشوفيش فيا ما نشوف فيك، الله يجازيك بخير، حياتك هادي. انا هاد السيد كنت كنعرفو وعارفني مزوج بيك غنذبحكم هنا بجوج، ولكن هاد السيد ما كيعرفنيش، وتقدري تكوني كاتبه عليه وقلتي لي ما تزوجتيش ولا شي حاجه بحال هكا. المهم انتي هنا غنساليو، ما بغيتش نصيفطك للحبس، ما تستاهليش الحبس، ما تستاهليش، حتى الموت ما تستاهليهاش، اختاريتي حياه الكلاب، بقاي في الكلاب. شنو بان لكم في هاد القصه؟ واش تصرفت بحكمه؟ واش كانت النيه ديالي زايده بزاف؟ عاونوني اخوتي وقولوا لي واش كان هذا هو تصرف صائب. كنشكركم بزاف على الاستماع.